السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني دايما، وكالعادة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. رئيس نادي الزمالك بيعلن على صفحته الشخصية الرسمية عودته لمجلس إدارة ولرئاسة نادي الزمالك من جديد. وكل مرة بيثبتوا لنا إن ده يعني دي عزبة، ده مش نادي ملك للدولة، دي عزبة. وهو يعني يبقى نادي الزمالك يكتبوا كده اليافطة: نادي الزمالك لأبناء لمرتضى منصور وأبنائه. خلاص هي معروفة، واحنا عارفين ان القصة دي هتحصل، وقلنا قبل كده كتير لان ده اتعاد، لان القصة دي معادة. نفس احداث 2020 بيتشال رئيس نادي الزمالك، وبعد كده بيرفع القواضي بتاعته، او من غير حتى ما يرفعها بيرجع تاني رئيس لنادي الزمالك. انا ما عنديش مشكلة، انا بره عني نادي الزمالك، لكن انا بتكلم ان ده نادي دولة، نادي المفروض ما يكونش ملكه اشخاص. لكن رئيس نادي الزمالك مستفيد من النادي، مستفيد من سمسرة اللعيبة في النادي، ومستفيد من تأجير المنشآت على سور النادي والمحلات والقصة دي كلها. واتكلم عليها ناس من أبناء نادي الزمالك وجوه مجلس إدارة نادي الزمالك ومن أعضاء نادي الزمالك صرحوا بالقصص دي قبل كده كتير جدا، إن نادي الزمالك بينتهك وبيتسرق، لان ده نادي دولة بره عن منافسة الكورة عموما. فحاجة غريبة. على صفحته الشخصية بيقول لك: الحمد لله على استمرار مجلس الإدارة المنتخب الشرعي لاستكمال مدته رغم أنف الشامتين الشتامين. تخيلوا رئيس نادي الزمالك هو اللي مش عاجبه الشتامين، حاجة غريبة. والكاذبين والمتربصين. أما بالنسبة لي ما زلت مستمر على موقفي، وهو الاعتذار رغم أن الإشكال التي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم، ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي أهان كرامتي وتاريخي، وبإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيسا 4 فترات منها 3 متتالية لأول مرة في تاريخ النادي. يعني بيخترع تاريخ، او يعني بالنسبه انجاز تاريخي ده. المهم بيقول لك: اما احمد وامير ابنائي فما زال معتذرين عن عملهم التطوعي في الاشراف على فريق كرة القدم وعن الشركة في البرتغال، وسباب وسباب من علشان يعني تعرضوا لتطاول وتشهير وسباب. ده من جماهير نادي الزمالك على فكرة، ونشر اكاذيب عنهم. مش عارف ازاي اكاذيب دي، اخبار مسربه بالشركه اللي في البرتغال اللي استفادت من بيع واعاده بيع امام عاشور، واستفادت من بيع مصطفى محمد، واستفادت من كذا صفقه، ابراهيم رضاي وسامسون اكينولا وكذا حد ومصطفى شلبي، وبيبقى اسعار يعني ارقام متبلغه في التلفزيون: احنا جبنا الصفقه دي بكذا، وهي اصلا بسعر تاني خالص في ما وراء الكواليس. طبعا بيقول: لا، انا ما زلت عند رايي وهعتذر عن رئاسه نادي الزمالك، وانا مش عايز المناصب وكل الكلام ده علشان يصدقوه، عشان القطيع يصدق وينزل يقول مرتضى مرتضى وعايزينه وهو رئيسنا وهو الاسد والهري ده كله. لكن احنا مش هتفرق معانا، موجود مرتضى منصور، الاهلي بطل الدوري وافريقيا وكل بطولة الحمد لله. مش موجود برضه، يعني ما هو ايه الجديد اللي ضافه؟ ايه التنافس اللي هو خده مني علشان انا ابقى عايزه يتشال كاهلاوي؟ يعني إيه يعني؟ هل هو خلق منافسة؟ هل في منافسة اصلا في وجوده او قبل وجوده بيني وبين الزمالك كاهلاوي؟ مفيش. مش هتفرق معايا، عيشوا انتوا اللي هتشربوا، انتوا اللي هتفضلوا بؤسة ومحليين، وهتفضلوا معكوش بطولات قارية، وهتفضلوا مالكوش كرامة بين الأندية بسبب اللي بيحصل على قناة نادي الزمالك. الغريب بقى والمثير للجدل في الموضوع إن ميدو من قبل كده قال لك: الأيام الأخيرة هتلاقي كلام كتير عن الزمالك، الخفافيش طلعوا عندهم أمل، لكن الناس عرفت إن انتوا كنتوا بتستفيدوا من الزمالك، لكن في الأوقات الصعبة عمر ما الزمالك لقاكوا. بقول لكم لو حاولتوا تظهروا تاني كان فيه وخلص. الأيام الصعبة بتظهر مين أبناء الزمالك الحقيقيين. الزمالك دلوقتي بيمر بوقت صعب ومحتاج التفاف الفريق حول الفريق
اتقوا الله في النادي. معرفش هل كان مين المقصود بالكلام ده، ولكن بعد خبر عودة مرتضى منصور تاني طلع وقال لك ايه؟ طلع وقال لك هناك انفراجة في الأزمة التي يمر بها الزمالك الأسبوع المقبل، سوف تسمعون أخبار مبشرة والاستقرار سيعود من جديد للنادي. لن يتواجد لجان مؤقتة في الزمالك، وعلى مسؤوليتي الشخصية الاستقرار سوف يستمر. الكلام اتغير تماما، السكريبت اتوزع. وهو ده ابن النادي، مش ده اللي خايف على النادي؟ انت ازاي بتقول ان انت خايف على نادي الزمالك وشايف ان فترة نجاحه او ان رئيسه الحالي ناجح بيه؟ يعني فريق وصل لنهائي دوري الابطال 2020. يعني المفروض لو مشى على نفس النهج في خلال السنين دي على الاقل يكون خد بطولة زي ما الاهلي بيعمل، يوصل نهائي مرة واتنين، نص نهائي، بعد كده بتلاقيه خد البطولة ومرتين متتاليتين كمان. انما الزمالك من الوصيف افريقيا وبطل الدوري سنتين ورا بعض الى المركز الرابع في الدوري، وحصل 4 سنين ورا بعض في افريقيا. وانت كزملكاوي قوي يا ميدو، عمرك ما ادنت الاداره؟ ولا هو سكريبت وبيتوزع؟ ولا هو انت ما بتخافش من التصريحات غير انت جريء على النادي الاهلي بس؟ او انما تيجي عند نادي الزمالك مفيش، بتكن وبتكش. الخبر التالي اللي معانا وهو يخص بيتسو موسيماني. نادي اتحاد جدة أهلي جدة أعلن بشكل رسمي إن موسيماني مش هيكمل معاهم، وإن بنسبة كبيرة هيكون أليجري تقريبا هو اللي هيمسك النادي خلافة لموسيماني. وأيضا صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية بتقول الزمالك قد يكون الوجهة المقبلة لبيتسو موسيماني. انت شايف يا عمي؟ يعني انا الله اعلم، بس هو موسيماني صرح في كذا مرة انه استحالة يدرب الزمالك، لكنه واحد بيحب الطموح والتجارب. لكن هو في نفس الوقت فاهم العقلية في مصر، وفاهم ودارس نادي الزمالك وعارف مجلس ادارته. اعتقد استحالة ان هو يوافق، ولكن كون ان انت بتجري وراه. نادي الزمالك عرض عليه اكتر من 20 مرة. امير مرتضى يعني كان واخد السعودية رايح جاي كل شوية من مصر على السعودية، بيحاول مع الشركة البرتغالية يظبطوا الكلام مع جدي موسيماني. فانت فاكر يعني لو خدت موسيماني خلاص هتكسب افريقيا؟ عفريته هتشتغل معاك؟ يا ريت يا عم موسيماني يمسك الزمالك، يعني يا ريت. انا بتمناها عشان تبقى وصلت الليفل الوحش في الفشل، ووصلت الليفل الوحش في ان انت بتقلدني ومش عارف اللي انت بتحاول تعمله انا مبطله. يالا بائس يا محل يعرف حجمك. لو جبت موسيماني، لو جبت جوزيه، لو جبت حسام البدري، اي حد هات اي مدير فني، لو خدت رمضان صبحي وعبد الله السعيد، يا ريت الصفقات دي تتم عشان تورينا هتاخد برضو افريقيا ولا لا، هيبقى في منافسه بيني وبينك ولا لا. يا ريت، انا نفسي الاقي منافسه عشان انا زهقت من التحفيل عليك. بس كده، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. سلام.